بصراحة كان نفسي في الشعرية وما عنديش الشعرية البلدي. واحدة صاحبتي قالت لي هاتي الشعرية العادية من المحل العربي او من وول مارت واعمليها. بصراحة علشان نفسي فيها رحت قلت انا لازم اجيب واعملها واجرب، مش هخسر حاجة. مسكت الشعرية زي ما انتوا شايفين، حطيت حلة على النار فيها معلقة من السمنة كبيرة وبدأت ان انا احمر الشعرية. هنعملها معاملة الشعرية البلدي بالظبط، هنحمرها وبعد ما نحمرها بنبدأ ان احنا نحط عليها اللبن. بس كده بقلب بقى كل الكلام ده مع بعضيه، وبشوف لو احتاجت حليب تاني او احتاجت مية بضيف عليها، لان الشعرية دي اكتشفت ان هي بتشرب اللبن او بتشرب المادة السائلة. فبعد ما بدأت تغلي بدأت تشرب شوية الحليب، بدأت احط شوية من المية. بس كده بدأت تغلي وتطيب مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بعد كده هبدأ ان انا احط السكر، اي كمية بقى انتوا عايزينها تحطوها. في ناس بقى بتحب تحط لها جوز هند وحاجات زي كده، انا بحب اكلها كده طبيعية زي ما ماما كانت بتعملها لنا بالحليب وخلاص. كان عندي العلب دي بصراحة قلت ان انا هحط فيها علشان احطها في التلاجة، انا بحب اكلها ساقعة، وزي ما انتوا عارفين الوش بتاع الشعرية بينشف كده في التلاجة، فانا بحبها تكون جوسي اكتر، فبحب ان انا اغطيها. فالعلب دي بقى هتنجز معانا، انا احطها واغطيها بالغطا بتاعها واحطها في التلاجة، بس طبعا بعد ما تبرد. كده عملت كل الكمية زي ما انتوا شايفين، وهسيبهم بقى يبردوا وبعد كده هدخلهم التلاجة. طبعا انا لحد دلوقتي لسه صدقوني ما دقتهاش. تعالوا كده ندوقها مع بعض علشان اقول لكم رأيي. بصوا بصراحة شكلها حلو قوي، تقيلة كده وحلوة وغنية بالحليب، بصراحة تحفة. تعالوا كده نجرب. بأمانة طعمها طلع تحفة، أنا أول مرة أجربها لكن فعلا حلوة جدا. طعمها بجد زي البلدي، جربوها وهتعجبكم جدا.